السلام عليكم. ايه رأيكم بقى النهارده نقول شوية أسرار وتريكات كده تخلي العيش الفينو معاكم في البيت ينجح بمنتهى السهولة من غير لا زبدة ولا بيض ولا حليب، ويبقى أحلى كمان من المخابز وبالطريقة السريعة اللي أنا فعلا ما خمرتش فيها العجينة خالص. أنا خمرتها بعد ما شكلتها يعني مرة واحدة بس، عشان كده مسميها الطريقة السريعة. لو لسه ما شفتوش الفيديو بتاع العيش الفينو بتاعي ضروري تشوفوه. أول حاجة لازم يكون دقيق مخبوزات علشان يبقى هش زي ما انتوا شايفينه كده بعد ما يختمر. لكن لو مش عندكم دقيق مخبوزات ينفع برضو دقيق جميع الاستخدامات، بس مش هيبقى هش قوي كده. تاني حاجة بقى لازم تعجنوا العجينة كويس جدا علشان هنكون شغلنا الجلوتين اللي موجود جوه العجينة، فهيديكم بقى النتيجة هايلة، ولا هيبرول ولا أي حاجة. ده غير لما تيجوا تفردوه كمان مش هيتقطع. ولازم لما تقطعوه وتشكلوه يختمر كويس جدا، يعني يتضاعف حجمه كده علشان يبقى هش ويتملي هوا. وبعدين تدخلوه على فرن سخن جدا، يعني ممكن مثلا 250 لو عندكم اعلى من كده كمان، علشان ما يقعدش في الفرن كتير وينشف. يعني اول ما يحمر من تحت كده تشغلوا الشوايه وخلاص. علشان يطلع بالجمال ده لازم تغطوه اول ما يخرج علشان يفضل طري. واللي ما شافش فيديو العيش الفينو ضروري يشوفه، والف هنا وشفا.